محل ما يعجبك مسكنك داخل الروح. يا راعي بالجبل سويتك ممشوق القوام. هجرني حبيبي هجرني مظلوم معك ظالم كاني بحبك. قد كان طبعك هنا وليش غيرته. أنغام يمانية. رحلة بحث فنية في حياة نجوم الأغنية اليمنية. الإعداد والتقديم خالد ناجي الفقيه. الإشراف العام صلاح القادري. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الغنائي أنغام يمنية، فأهلا وسهلا بالجميع. أحبتنا المستمعين الكرام، في حلقة هذا الأسبوع سنتحدث عن قامة فنية كبيرة، بل هو ركن من أركان الغناء العدني الجميل والرائع. حديثنا اليوم سيكون في السيرة الفنية للفنان الراحل محمد سعد عبد الله رحمة الله عليه، وسيكون كالمعتاد برفقتنا في هذه الحلقات والحلقات القادمة والسابقة كما تابعتمونا ضيفنا الدائم الأستاذ عبد الحفيظ العمري، الكاتب والباحث في الشأن الثقافي اليمني. أستاذ عبد الحفيظ، أرحب بك إلى هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك وبالأخوة المستمعين جميعا. طيب أستاذ عبد الحفيظ، قبل أن نسير في هذه السيرة الفنية الجميلة والرائعة للفنان الراحل محمد سعد عبد الله، أستأذنك والأخوة المستمعين في الاستماع إلى هذا التقرير الذي سنوجز فيه بعض ملامح حياة فناننا الراحل محمد سعد عبد الله. هو الشاعر الفنان محمد سعد عبد الله ولد عام 1938 للميلاد في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج. تلقى تعليمه الأول في مدينة الحوطة، ثم انتقل إلى عدن التي واصل دراسته فيها حتى أنهى الثانوية، لكن بسبب ظروف الحياة القاسية التي لم يستطع الصمود أمامها رغم وقوف والدته إلى جواره بعد وفاة والده، فقد اضطر إلى ترك الدراسة وبدأ حياته العملية الأولى ضابط إيقاع. استطاع محمد سعد عبد الله بجده وموهبته المتنامية أن يجيد العزف على مختلف الآلات الموسيقية. عمل في شركة الطيران اليمدى مضيفا ثم نائبا لمدير القسم. عمل بعدها في القوات المسلحة مديرا لفرقة موسيقى الإذاعة والتلفزيون، ثم نائبا لمدير فرقة الإنتاج التابعة لوزارة الثقافة، وشغل في التسعينات وكيلا مساعدا ومستشارا لوزير الثقافة في مجال الموسيقى. عرف الفنان محمد سعد عبد الله مطربا له صوته الخاص وطابعه المميز، وكانت أغنية محلى السمر جنبك كلمات محمد عبد غانم هي الميلاد الحقيقي لموهبته الغنائية، فقد لاقت ذيوعا وقابلت استحسانا جماهيريا. وبسبب هذا النجاح بدأ بعض الشعراء الغنائيين المعروفين في تلك الفترة بالكتابة له، ولما لهذا الفنان من إحساس مرهف، فقد ترجم هذه الأحاسيس إلى كلمات جميلة معبرة، فرح يكتب أغانيه بنفسه. وبسبب نجاح عدد كبير من أغانيه قام فنانون عرب وفنانات عربيات بغناء بعض منها، ومن هؤلاء الفنانة اللبنانية هيام يونس والفنان السعودي عباد الجوهر وآخرون. وبعد هذه المرحلة الطويلة من العطاء الفني توفي الشاعر الفنان الملحن محمد سعد عبد الله في 16 من شهر أبريل من العام 2000 للميلاد، وذلك عن عمر ناهز 62 عاما، بعد أن أثرى الساحة اليمنية شعرا ولحنا وغناء وأبدع فيها كما ونوعا.
أشوفك كل يوم كل ساعة وكل ليلة، وإن غبت لحظة عن عيوني أفقد البسمة الجميلة. خلينا أشوفك كل يوم كل ساعة وكل ليلة، وإن غبت لحظة عن عيوني أفقد البسمة الجميلة. ينكتب لي عمر تاني وانت جنبي، كيف اصور لك حنيني ونبض قلبي. ينكتب لي عمر تاني وانت جنبي، كيف اصور لك حنيني ونبض قلبي. خلينا اشوفك اشتي اشوفك، خلينا اشوفك اشتي اشوفك كل ساعة وكل ليلة. عودة إليكم مستمعي الكرام بعد هذا التقرير، وسنتبحر أكثر وسنخوض في التجربة الفنية للفنان الراحل محمد سعد عبد الله برفقة كاتبنا وباحثنا العزيز الأستاذ عبد الحفيظ العمري. أستاذ عبد الحفيظ، نبدأ كما استمعنا في التقرير بنوع من التوضيح أكثر حول البداية الفنية للفنان محمد سعد عبد الله. محمد سعد عبد الله كما اتفقنا أنه أحد أعمدة الأغنية العدنية، نعم، إلى جانب محمد بشير نادي، إلى جانب أحمد قاسم، نعم، وغيرهم. صحيح أنه من مواليد لحج، لكنه استقراره في عدن كما ذكرتم في الشيخ عثمان، وتأثر بالمطربين اللي كانوا في زمانه، نعم، وبدأ يلتقي مع الجمعية العدنية التي كانت في ذاك الزمان من شعراء ومن فنانين. ولعل بعض المراجع تذكر لنا بعض الأمثال المطربين اللي كانت تأثر بهم، مثل المطرب عوض عبد الله المسلمي وإسماعيل سعيد هادي، نعم، وأحمد عوض الجراش وآخرين. طيب أستاذ عبد الحفيظ، من المعروف من خلال السيرة الفنية للفنان الراحل محمد سعد عبد الله أن والده أيضا كان فنانا. هل هذه البيئة الأسرية خدمت أيضا موهبة الفنان محمد سعد؟ عندما يعيش الطفل إذا صح التعبير في بيئة فنية فأكيد يتأثر بالبيئة الفنية. نعم. هو ليس إلزاما أن يصبح فنانا طبعا، لكن سيكون، لأن احنا اتفقنا أن العبقرية لا تورث، ليست هناك جينات والكلام هذا أكيد. إنما يكون مهيأ أنه يكون فنان. أما نحن نلزم أن يصبح فنان طبعا لا. وأغلب الفنانين الموجودين لدينا خلفوا أبناء أصبحوا فنانين. أصيل أبو بكر سالم، ربما التأثر أكثر من موضوع التوريث يعني. نعم، لا العبقرية لا تورث. تكلم الأستاذ عبد الله بردوني حول سعد عبد الله اللي هو الأب، يعني إنه أصله من كوكبان واللي من نزحوا إلى لحج وسكنوا هنا. طبعا هذا كلام تاريخي ليس موثقا تماما. كما نعرف أن اليمنيين دائما ينتقلون من أماكن إلى أماكن أخرى، يولدون في صنعاء ويعيشون في لحج، يولدون في لحج ويعيشون في صنعاء وهكذا. هو بدايته كان ضابط إيقاع في الكورس، وأيضا في الكورس يغني. فكانت هذه البدايات المتواضعة التي بدأها أي نجم موجود للدخول إلى هذا العالم الفن عامة. لكن اللحظة الأساسية في البدايات هي عندما غنى أول أغنية من كلمات الدكتور محمد عبد الغانم. محمد عبد الغانم كما نعرف هو أحد شعراء اليمن المشهورين، قدم مع الدكتور عبد العزيز المقادح ديوانه الأول ماري بتكلم، فحار فريد أن يكتب شاعران ديوانا واحدا، وهو أبو الدكتور نزار محمد عبد الغانم الموثق للفن اليمني بشكل كبير، وهو فنان أيضا. الأغنية التي قدمها الدكتور هي أغنية بالفصيح كانت نقطة انطلاقة للفنان محمد سعد عبد الله. الأغنية هي يقول فيها في مطلعها: محلى السمر جنبك، محلى السمر جنبك بين الوتر والدم، والقلب في قربك من فرحته سكران. محلى السمر جنبك بين الوتر
فرحته سكران محلى السمر محلى السمر محلى السمر محلى السمر محلى السمر جنبك محلى لا لا محلى السمر. هذه الأغنية بدأ يعني لحنها على طريقة الغناء اللحجي متأثرا بالقومندان. نعم. أحمد فضل القومندان المشهور. حاول طبعا أن كبداية، طبعا احنا نعرف أن أي فنان كبدايته لا يبدأ يعني من الصفر، يجب أن يبدأ من تراث سابق لكي ينطلق بعد ذلك إلى إنتاج آخر من إبداع. نعم طبيعي، هذا أمر طبيعي في جميع الفنون. القومندان ترك تراثا كبيرا في الفن الغناء اللحجي بالذات. هذا التراث غرف منه الكثيرون ومنهم طبعا فناننا محمد سعد عبد الله. هذه الأغنية لاقت رواجا جيدا بين الناس وعرفت الناس بفنان اسمه محمد سعد عبد الله. لم يقتصر محمد سعد عبد الله على الدكتور محمد عبد الغانم، إنما انتقل إلى شعراء آخرين منهم إدريس حنبلة، فغنى له أغنية أخرى من أغانيه هي سل فؤاد الحزين من كلمات إدريس حنبلة وآخرين. الفؤاد الحزين ما له لا يجيب، الفؤاد الحزين ما له لا يجيب، البراغ الأنيب بناه النحيب بناه. بعد ذلك قدم محمد سعد عبد الله نقلة أخرى في حياته الفنية، أنه بدأ يكتب لنفسه. لم يعد يكتب له، إنما يكتب هو لنفسه. نعم. فكما اتفقنا في البدايات أن لديه ديوان شعر ولهيب الشوق يحوي أغلب قصائده وليس كلها. موسوعة الشعر الغناء اليمني في القرن العشرين قدمت أكثر من 100 قصيدة من أغاني محمد سعد عبد الله. فكان هذا بدايات الانطلاقة للأغنية. ثم كانت بداية الانطلاقة الحقيقية الصافية له هي أغنية ردوا حبيبي وروحي، هذه من كلماته ومن ألحانه ومن أدائه. فكانت هذه الانطلاقة، طبعا هذا الكلام هذا سنجده قبل الخمسينات، قبل انطلاق إذاعة عدن التي انطلقت في 1954. ثم سجلت بعد ذلك. ردوا حبيبي وروحي يا ناس لا تحرموني، ردوا حبيبي وروحي يا ناس لا تحرموني، بفيض من كثر نوحي وانتوا ولا ترحموني، بفيض من كثر نوحي وانتوا ولا ترحموني، يا ناس يا ناس يا ناس أنا يا ناس يا ناس يا ناس ردوا حبيبي. هنا انطلق الشاب محمد سعد عبد الله للكتابة والتلحين والغناء. باعتقادك أستاذ عبد الحفيظ متى يحس الفنان بأنه قد امتلك نواصي كتابة الكلمة الغنائية؟ لأن تجربة قوية عندما كان يغني لغيره ثم يبدأ في أن يكتبها القصيدة الغنائية لنفسه ويغنيها. الجمهور يلعب دور عندما يجد الفنان أن أغنيته أو قصيدته التي كتبها ولحنها وأدائها كامل لاقت قبولا، فهو يثق برأي الجمهور بذوق الجمهور. نعم. فيعني أن الجمهور تقبل الجمهور لهذه القصيدة أو هذه الأغنية معناته أنه استطاع أن يصل إليهم فهي ناجحة. باعتقادك هل يستفيد من تجارب الشعراء الذين غنوا؟ طبعا أكيد، يعني هذا بلا شك. لا يوجد أحد مفرده، يجب كل إنسان يكون لديه خلفية طبعا لديه خلفية ولديه تجارب الآخرين. فيستفيد من تجاربهم ويضيف عليها من تجاربه الشخصية. طيب أستاذ عبد الحفيظ، عندما نتحدث عن الفنان محمد سعد عبد الله مباشرة تتبادر إلى الذهن الأغنية العدنية كونه أحد روادها. ماذا قدم الفنان محمد سعد عبد الله لهذه الأغنية، رغم أن البعض يعني يرى بأن نشأته اللحجية ربما يعني أثرت نوعا ما على الأغنية العدنية؟ أعتقد أن الأستاذ محمد سعد عبد الله قام بدمج الحالتين،
أو البيئتين. البيئتين مع بعض، اللهجية والعدنية. وأنا بصراحة أنه أفرق فيها كثير، يعني الفارق بين اللهجة وعدن ليس الفارق صحيح، حتى من حيث المسافة الجغرافية. نعم. ربما عدن أقرب ما تكون إلى محافظة لحج. نعم. فاللي يقصدوا أنه الرجل استفاد من البيئتين معا فقدم، ومن التراث القومندان الكبير، وقدم اللحن وقدم الكلمات. الآن هنا إضافة أنه هنا كلمات، لم تعد قضية لحن فقط. وبدأ بالمزج ما بين هذين اللحنين. فاشتهرت له أغاني كثيرة. واحدة من الأغاني ذكر اسمه فيها اللي هي قال بن سعد. لاحظ هنا قال بن سعد لها دلالة، يعني من هو بن سعد؟ هو يقصد طبعا محمد سعد، يقصد نفسه. نعم. وهذه ليست طفرة أو غرابة عن الفن اليمني. معنا قال يحيى عمر طرفي لما تسهر، الهاشمي قال أبو محضار، وغيرها يعني. نعم. أغاني القول كثير. أيوة، أغاني القول كثير، فليس غريبا أن محمد سعد عبد الله يضيف اسمه. قال بن سعد قلبي فوش يا مطبات، وذاق بالكاس تعذيبه وطعم المرار. قال بن سعد قلبي فوش يا مطبات، وذاق بالكاس تعذيبه وطعم المرار. والذي حبوا ما عاد بينفعوا، والفايدة منهم اليوم نعم. عندما يلجأ الشاعر الغنائي إلى فعل القول، ما الذي يرجوه من ذلك يعني؟ يرجو أن يثقل نفسه، كان يقول هذه كلماتي، هذه من إنتاجي، من صناعتي. لا ننسى أن محمد سعد عبد الله مثلا كان نموذج. في ذاك الزمان كان الشاب البدايات، فكان يريد أن يقول أنا موجود، يعني بدل ما يقول قال القومندان، كنوع من الإعلان عن الحضور. يعني إعلان الحضور. فبدأ يقدم بعد ذلك أغاني تداولت. لعل أشهر أغنية ارتبطت مع محمد سعد عبد الله هي أغنية يوم الأحد، كلمات وألحان وأداء. نعم. والذي يسمع الأغنية يظن كلمة واحد أنها فقر في الألفاظ، ولكن كل لفظة واحد كل مرة لها معنى متجدد. صحيح. مختلف عن الواحد في البيت الآخر يعني. أيوة نعم، يختلف في كل بيت عن الذي سبقه. يوم الأحد في طريق بالصدف قابلت واحد، يوم الأحد في طريقي بالصدف قابلت واحد، غصب عني سرت ما هميت واحد، غصب عني سرت ما هميت واحد. قلت له من غير مشعر عاد شي رحمة لواحد، قلت له من غير مشعر عاد شي رحمة لواحد. التفت نحوي وقال لي روح يا مجنون واحد، التفت نحوي وقال لي روح يا مجنون واحد. يعني بالفعل هناك استخدام لكلمة واحد بشكل مغاير ومعنى جديد آخر. وهكذا تستمر القصيدة، وهذا إبداع حقيقي في كتابة الأغنية طبعا. رغم أن البعض ربما ينظر إليها أنها بسيطة. هو جمالها في بساطتها. يعني لو جبنا كلمات فصيحة من كلمة المعجم والقاموس تكون صعبة. من جمالها أن غناها الفنان الكبير الدكتور عبد الرب إدريس، يعني انتشرت وصارت لها صداها فغناها آخرون. والدكتور عبد الرب إدريس معروف طبعا قامة فنية يمنية رائعة، لا يمكن أن نتخطاها. يوم الأحد في طريقي بالصدف قابلت واحد، يوم الأحد في طريقي بالصدف قابلت واحد، غصب عني سرت بعده سرت ما هميت واحد، غصب عني سرت بعده سرت ما هميت واحد. قلت له من غير مشعر عاد شي رحمة الواحد، قلت له من غير مشعر عاد شي رحمة الواحد. التفت نحوي وقال لي روح يا مجنون واحد، التفت نحوي وقال لي روح يا مجنون واحد. أيضا من ملامح كتابته للأغنية أنه كان يقدم الأغنية البسيطة، الكلمة البسيطة، الكلمة المداولة، الكلمة السهلة.
الغير معقدة. غير معقدة. طبعا احنا اتفقنا عن لما تحدثنا عن أغنية يوم الأحد، هذه طبعا كلمة واحد. نعم. لكن هناك أغنية له باللهجة الشعبية، لكن ليست اللهجة الشعبية المغلقة، إنما باللهجة الشعبية المشهورة. مثلا كان أغنية سعيدة. سعيدة محسنش يا محسن اسمش، ومحلاص ليش الطيب ومحلاش، محلاشي في الحشا عامد محلش، ومأواش البصر والقلب مخباش، أنا أحبش ولكن بعض أهلش يبونش تصبحي زوجة وطهباش، وكلمات ماثل يعني يعتمد على قافية الشين بشكل أيوة الشين طبعا هي والكلمة أيضا المحلية بالمناسبة هي المفهومة. بالمناسبة احنا نسميها عامية، لكن لما نرجع لأصول اللغة العربية الشينية شنشنة ربيعة وكسكسة هوازن، والكلمات هذه موجودة وهي من لهجة العرب الفصيحة، لكن تداول عندنا أنها من العامية بحكم من الفصيح أصبح هو الفصيح قريش. سعيدة محسنش يا محسن اسمش، ومحلاص ليش الطيب ومحلاش، سعيدة محسنش يا محسن اسمش، ومحلاص ليش الطيب ومحلاش، ما حلش بالحاشا عامد محلش، وما واش البصر والقلب مخباش، ما حلش بالحاشا عامد محلش، وما واش البصر والقلب مخباش، سعيدة سعيدة وسعيدة. طيب تسهيله لهذا الأمر من خلال القصائد الشعرية يرجع إلى ماذا؟ هل نظرا لأن البيئة نفسها ربما الجهل يلعب دور بأن الناس لا يعرفون مفردات الفصحى بشكل كبير؟ إلى جانب أنه الكلمة الشعبية ستجد لها قبول وانتشار أكثر من الكلمة الفصيحة جدا، وترسخ في بال يعني من لهجتهم، يعني من لهجة المستمعين. نعم. هو ليس هبوط إلى قدر المستمعين، على الفنان أن لا يهبط إلى الجمهور، إنما يصعد الجمهور إليه. الصعود إصعاد الجمهور إلى الفنان ليس المعنى نأتي بكلمات من داخل المعجم فصيحة جدا جدا لا ندري ما معناها، ولن يصعد أحد. أيوة. إنما نأتي بكلمات متداولة صحيح قريبة إلى الفهم من بيئتنا التي تدور حولنا، وليس كل الأغاني بالنمط هذا طبعا. حتى اسم سعيدة من الأسماء المحلية الجميلة والرائعة والمنتشرة في كل البقاع اليمنية يعني. نعم. لدي أغنية أخرى راعي لي باجيلك. أعتقد كلمة باجيلك هذه واضحة. سأتي إليك. وحتى راعي لي أيوة سأتي إليك، والباء هذه بلهجتنا اليمنية باجيلك كأنها السين التسويف اللي في العربية. نعم. سأتي إليك. سأجي إليك. وعندنا في لهجتنا أخرى يقول شاجي إليك. سأتي يعني الشين والسين والباء وهكذا. خلاص حسك كل روح راعي لي وباجيلك، أنا مليت وما عدتيش معي قلبي فاضيلك، خلاص حسك كل روح راعي لي وباجيلك، أنا مليت وما عدتيش معي قلبي فاضيلك، كفاية شوف لك غيري تغني له مواويلك، تغني له مواويلك، تغني له مواويلك. طيب أستاذ عبد الحافظ، ننتقل إلى محور آخر من محاور الحديث في السيرة الفنية للراحل محمد سعد عبد الله، وهو غناؤه للأغنية العاطفية في قصائده، سواء كتبها بنفسه أو غناها لغيره يعني. لا يوجد فنان لم يقدم أغنية عاطفية. نعم. هذا طبيعي. ومحمد سعد عبد الله واحد من هؤلاء الذين قدموا أغنية عاطفية ظلت في أذهان المستمع اليمني إلى اليوم. لو عرفنا، إذا عرفنا طبعا أن التنقل الجغرافي كان لعب دور، فهو ابن لحج الذي سكن في عدن. نعم. وانتقل إلى حضرموت وتأثر بالفن الصنعاني وهكذا، يعني تقدم أغاني مشهورة. لدينا أغنية مثلا، لدينا أغنية محل ما يعجبك روح. محل ما يعجبك مسكنك داخل الروح، محل ما يعجبك مسكنك داخل الروح، بتعذب علشانك وبقول مسموح، عيني وبقول مسموح،
ومحل ما يعجبك مسكنك داخل الروح، محل ما يعجبك مسكنك داخل الروح. بتعذب علشانك وبقول مسموح يا عيني وبقول مسموح. هذه الأغنية من كلماته والحانه، وقد أعادها صياغة أو عادها بالموسيقى هو فؤاد الكبسي. رغم أن الأغنية الأصلية أيضا لمحمد سعد عبد الله كانت صحيح. بالموسيقى، لكن ربما اشتهرت للكبسي أكثر يعني. تماما، يعني ربما الناس سمعوا الأخيرة ولم يسمعوا السابقة، أو أيضا ربما بسبب التوزيع الموسيقي الجيد لها من قبل الفنان فؤاد الكبسي. ربما أيوة، يعني التوزيع الموسيقي كان رغم أن اللحن نفس اللحن يعني، إنما التوزيع الموسيقي له الدور يعني عندنا إدخال الآلات. محل ما يعجبك روح مسكنك داخل الروح، محل ما يعجبك روح مسكنك داخل الروح. بتعذب علشانك وبقول مسموح، محل ما يعجبك روح، بتعذب علشانك وبقول مسموح. محل ما يعجبك روح. بصبر عمجونك لجل خاطر عيونك، بصبر عمجونك لجل خاطر عيونك. بيت من فؤادي لك مدى العمر مفتوح، محل ما يعجبك روح، بيت من فؤادي لك مدى العمر مفتوح. محل ما يعجبك روح، محل ما يعجبك روح مسكنك داخل الروح، محل ما يعجبك روح. مسكنك داخل الروح. بتعذب علشانك وبقول مسموح، محل ما يعجبك روح، بتعذب علشانك وبقول مسموح. محل ما يعجبك روح. ومن أغانيها العاطفية أغنية أمير الغيد، هذه من كلماته والحان، وأنه هو من كلمة جميلة يعني: أمير الغيد يا سيد الغواني، على إيش الجفا يا قرة العين. نعم. أنا من يوم ما ربي بلاني، بحبك ليلتي ما صارت كليلين. أمير الغيد يا سيد الغواني، على عيش الجفا يا قرة العين. أنا من يوم ما ربي بلاني، بحبك ليلتي صارت بعامين. وانا لك يا رشا سلمت امري، ولا ادري ما سبب ظلمي وهجري. اذا قصدك تقصر لي بعمري، اذا قصدك تقصر لي بعمري. معانا ربي يحكم بيننا الباين. لدي أغنية طبعا لن نسميها تراثية، هي بس اللهم تتحدث عن اسم صنعاء فقط، وهي من مشاهير الأغاني له. هي وسط صنعاء شفت ذياك الجمال، من جماله. وسط صنعاء شفت ذياك الغزال، من جماله طار عقلي وارتبش. نعم. ما رأت عيني كحسن والدلال، لا بأرض الهند أو أرض الحبش. طبعا غناها آخرون، لعل فؤاد الكبسي وأحمد غناهم. نعم. وهي من كلمات وألحان محمد سعد عبد الله. وسط صنعاء شفت ذياك الغزال، من جماله طار عقلي وارتبش. وسط صنعاء شفت ذياك الغزال، من جماله طار عقلي وارتبش. ما رأت عيني كحسنه والدلال، لا بأرض الهند أو أرض الحبش. ما رأت عيني كحسنه والدلال، لا بأرض الهند أو أرض الحبش. لدي أغنية التي يعني فيها شوية من الشعبية لكنها جميلة، صباح الخير. صباح الخير طبعا هي من الأغاني التي قدمها، يقول: صباح الخير من بدري، أمانة شلها يا طير، وصح اللي نوى هجري وقل له يا صباح الخير. وهكذا يعني عبارة عن يحدث الطير، وهي من ألحانه الجميلة وكلماته التي قدمها.
صباح الخير من بدري، صباح الخير من بدري، أمانة شلها يا طير وصحي اللي نوى أجري، وصحي اللي نوى أجري، وقل له يا صباح الخير، يا صباح الخير، صباح الخير من بدري، صباح الخير من بدري، أمانة شلها يا طير وصحي اللي نوى أجري، وصحي اللي نوى أجري، وقل له يا صباح الخير، يا صباح الخير، ومن همي وآهاتي تبلغ له تحياتي، ومن همي وآهاتي تبلغ له تحياتي، وأشواقي إليه يطير وقل له يا صباح الخير. طيب اسمح لي أستاذ عبد الحفيظ لضيق الوقت أن نتوقف عند هذه النقطة ولنستكمل بقية هذه السيرة الجميلة للفنان الراحل محمد سعد عبد الله في الحلقة المقبلة بإذن الله. بالفعل الوقت يقف حائلا أمام استكمال هذه السيرة الثرية، لكن لا بأس أن نستكملها في حلقة قادمة إن شاء الله. ما زال لدينا الكثير لنقوله بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا الكرام أستودعكم الله سبحانه وتعالى على أمل بإذن الله أن نلقاكم في الحلقة المقبلة ومع استكمال السيرة الفنية للراحل محمد سعد عبد الله. محل ما يعجبك مسكنك داخل الروح، يا راعي بالجبل صويتك ممشوق القوى حبيبي هجرني مظلوم معك ظالم كاني بحبك، قد كان طبعك هنا وليش غيرته. أنغام يمانية. رحلة بحث فنية في حياة نجوم الأغنية اليمنية. الإعداد والتقديم خالد ناجي الفقيه. الإشراف العام صلاح القادري.